السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم. احنا ان شاء الله النهارده الجزء الخامس بتاعنا والحمد لله الناس اتعلمت ان شاء الله ومتابعانا معلش احنا كنا بنتأخر عليكم على الفيديوهات بس عشان خاطر الشغل والكلام ده، واحنا ان شاء الله بيكم ومعاكم مكملين. فانا بحب اشكر كل واحد كتب لي كلمة حلوة، وبشكر اسر جوايا احمد ادم، بشكر عمي الغية عم احمد ادم. فاحنا ان شاء الله قبل ما نخش في الجزء الخامس في كم مثلا كومنت كده جالي، قال لي يا باشا انت بتفرق زغاليل وقلت لنا مش عارف انت دقت في الزغاليل ازاي، والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه في الاربع اجزاء اللي فاتوا دي وكده. فانا ما عنديش سلاكه على دماغي يا باشا، وربنا يدي الناس كلها ان شاء الله تعمل سلاكه وتجيب حمام وتفرخه بدل ما انت تنزل تشتري زغاليل من بره. فانا بكلمك انت في دماغك مش فارقه، انت في دماغك راجل عايز تمشي دلوقتي حمام او عايز تطير حمام، الكلام ده مش عايز تتعب نفسك تفرغ ما لكش حظ في الفرق الكلام ده. فانا بقول لك مثلا عايز تطير حمام ولا مثلا تجيب طريقه زغاليل ولا الكلام ده، حاول يا باشا لما تيجي تجيب طريقه زغاليل يا باشا ما قلتلكش جبت من على سطح على دماغك، جبت من السوق هلم الزغاليل مره واحده من السوق 10 زغاليل 15 زغلول 12 زغلول ايا كان اللي انت لميت الزغاليل دي ايه، جبتهم حطيتهم في مصطبة كلوا مش عارف ايه، عايز تسيبهم في المصطبة زي ما انا بقول لك دي كل شيء وليه طريقته. انا بقول لك انا بربي حمام في البيبان وفي ناس بتربي في مصاطب، فانا بقول لك دي وبقول لك دي. فانت بتسيب بقى الحمام ده يتربى ان كان في البيبان ولا في المصاطب، فما بتدخلش عليه حاجة، بحيث اللي هي بتبقى زغاليل صغيرة ال 12 زغلول 15 زغلول ابتدوا يطلعوا وينزلوا والكلام ده. فانا ما بدخلش عليهم حمام ليه؟ لما حتى انا جيت في فيديو قلت لك لو جيز 3 4 زغاليل في السلاكه عندك ما تطلعهمش على الحمام التاني. قصدي اللي انت ما تطلعهمش عشان خاطر ايه؟ الزغاليل اللي انا طلعتها في الاول دي مستناها بس اللي هي لغايه ما تمسك حيلها، يعني تشد نفسها تمسك حيلها الكلام ده، اللي هو بحيث اللي هي مثلا ايه المناعه بتاعتها تزيد، لان الزغلول انت عارفه عامل زي ورقه الخصايه فما بيستحملش، فبيجي دفعه هواء ممكن خلاص زي الطفل الصغير كده مكلفتين وانت فاهم خايفين عليه من اي هوا. فالزغلول ده نفس الكلام كده، فبنسيبه لغايه ما بيشد نفسه كده واللي هو بيعتبر اللي هو بيغشلق كده مناعته بتزيد شويه، ابتدي برضه اللي انا اطلع طريقه زغاليل عليهم، فاللي هي بتبقى مركونه دي بعيده عن دي عشان خاطر ايه لغايه ما ياخدوا جو العشه، وبعد كده ايه التانيين مناعتهم زادت فسايب عليهم دول. فانا اتكلمت انا ايه حتى انا لما انا بشرح فيهم بقول لك انا عامل طريقتين، عامل واحده كده وعامل واحده كده، بس انا بوصل لك اللي هو انت عشان خاطر الناس اللي هي بتقول لك انا ما عنديش سلاكه وعايز اشتري حمام وكده. يا باشا تشتري حمام تشتري حمام مثلا في الاسبوع ولا ايا كان اول طريقه تشتريها مره واحده، ما تفضلش تنقلي من هنا اتنين ومن هنا اتنين ومن هنا اتنين على مدار الاسبوع وبعد كده عايز تخليه. ممكن انت بتكون مشتري من اول الاسبوع لغايه اخر الاسبوع حمام ما فيهوش اي حاجه، ممكن تجيب فرد حمام تدخله في وسطهم، فرد الحمام ده شامل لا قدر الله لا فيه اي حاجه يعدي لك الحمام اللي انت جايبه، ما انت مش عارف انت انهي فرد حمام تعبان فيهم، لان حمامك مش فرخك مش جايبه من واحد سكه، انت جايبه من السوق و... والسوق انت عارف زي ما انت عارف يعني اللي هو ايه، يعني مش هقول لك حاجته كلها لا، زي ما في ناس عندها ضمير في ناس عديمه الضمير. وان شاء الله انت راجل هتبقى غو وهتبقى احسن الناس وهتعرف الحمام هيبقى فيها ازاي وهتعرف تمسك فرد الحمام وتعرف تقلبه والكلام ده. فانا كده انا وصلت لك الرساله يا باشا، اللي بيسال اللي هو بيقول لي انا ما عنديش سلكه والكلام ده، فانا عشان ما اطولش عليك انا هكمل الجزء ان شاء الله النهارده الخامس. المره اللي فاتت احنا وصلنا معاكم اللي هم يقوموا 5 6 لغايه ما يمسكوا بعضهم، اللي هم شويه النهارده قاموا 3 4 مسكوا بعضهم بقوا 10 بقوا 15 لغايه الكلام ده. فابدا اللي انا انكش فيهم لغايه ما اللي هم ايه يمسكوا بعضهم كويس، مسكوا بعضهم انت فاهم خلاص، ابتدي بقى اللي انا ايه اديهم ميعاد الصبح يا باشا. بس الميعاد اللي انا اديلهم الصبح انقيه الجو فاضي، يعني انا طالع النهارده مثلا السما فاضيه مفيش حد فاتح كله كان بيشمس الحمام بتاعه بتاع التمسي، لازم أنا اكون اسرع من الغو اللي جنبي، يعني اللي هو داخل النش علينا فكله مركز اللي هو فيه تماسي وفيه مش عارف ايه، فمقفلين على حمام بيشمسوه اخر النهار والكلام ده. اطلع السما فاضيه يا باشا ابتدي بقى اللي انا ايه اجري الحمام بتاعي، فابدا اللي انا ايه
ابص على الحمام بتاعي اشوف اللي جاهز، سن الستات الخمسات الاربعات الكلام ده. ابدا بقى اللي هم فرد الحمام ده ما بيسقطش من الحمام بتاعي، لان انا لما بصنعهم عارف اللي هو خلاص كتفه جامد، وعارف اللي هو بيسيب الحمام وبينزل يطبق صواميهم وبينزل يحط على الظهر. فابدا احدهم اللي هم مثلا ايه 15 زغلول 20 زغلول ايا كان اللي هو ايه المجموعه اللي انا كنت مربيها. فابدا اللي انا الصبح اطلع لهم بميعاد. النهارده فتحت لهم، طبعا عليوا شويه ونزلوا حط من اول يوم، مفيش حمام بيجري من اول يوم، بمشي معاهم كده اهو تدريجيا واحده بواحده ان شاء الله. فانت هتلاقيهم واحده بواحده ان شاء الله. هم عليوا النهارده اتطرحوا يمين شويه اتطرحوا شمال شويه، فانا ابدا اللي انا اسيب برده الحمام براحته، صفاره خفيفه كده شورتين، ما اجيش بقى مثلا ايه من اول ما افتح لهم الشواره والصفاره لا على طول، عشان خاطر في ناس اساسا بتستنى بني ادمين، يعني يلاقيك مثلا ايه كنت طالع النهارده مربي شويه حمام، فسامعين صفاره الصبح وسامعين واحد على الظهر ودب دب، تلاقيهم قاعدين لك مستنيينك، بيبقوا نايمين في قلب العشه مستنيين لما تيجي تفتح حمام عشان خاطر يفتحوا عليك الحمام الكبير اللي هم قافلينها يا باشا، اللي ما تفهمهمش بيجروه تماسي ولا بيجروه عصاري، في ناس كده اهو. فانا بقول لك لازم أن تكون صايع على الغاوي اللي جنبك. فانا اللي سيبهم لغايه ما يجمدوا يا باشا، انقي الوقت اللي هو ما فيش اي حد فيهم. النهارده خربوا الدنيا شمال يمين، قعدوا نص ساعه، بكره قعدوا ساعه الا ربع، بعده قعدوا ساعه، يجوا يحطوا خلاص خدوا مجهودهم الصبح. ابدا اللي انا فاتح لهم الطريحه التانيه يرنخوا عليهم، دول قعدوا دول خلاص، عايز بقى تنكش فيهم اخر النهار، بحيث اللي هو ايه هطلع بقيه الزغاليل اللي هي الطريحه التانيه اللي عليهم اللي هي في سن مثلا سبعات وثمانيات وستات والكلام ده، انكش فيهم مثلا نكشه اللي هم ايه زغاليل في قلب بعضهم، ولا يعلوا ولا يروحوا في اي حته، لان انت ابنك على ما تربيه. فانت بالصبح بتديله مجهوده، وبعد كده بتهلكه خالص بينزل يحط اكن ما عملش حاجه، اكن لسه زغلول بياخد بيرتين وبيجي يحط. بيبداوا اللي هم يحلقوا حوالين القشه كلهم في قلب بعضهم وبيجوا يحطوا. فاحنا كده احنا كلمناك اللي هو النهارده ان شاء الله في الجزء الخامس، اللي هو انت هتطيرهم ازاي وتجريهم كبدايه، بدايه التجريه مثلا في اللي هو ايه يعتبر الزغاليل الكتم اللي هي عليها ستات وخمسات واربعات والكلام ده. فاحنا ان شاء الله خلصنا الجزء الخامس بتاعنا، انتظرونا في الجزء السادس مع آل آدم مش هتقدر تغمض عينيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم كوتو آدم.